قبل ما تسمع، حابة انك تكون واحد من اول 1000 مشترك في قناة. صاحبة القصة بتقول: ما كنتش اعرف اني هوصل للي انا فيه دلوقتي، ولا كنت اعرف ان هيجي عليا يوم واكون الانسانة دي. انا للأسف مش هقدر اقولكوا اسمي عشان محدش يعرفني، بس انا من القاهرة، عندي 25 سنة، عايشة مع أسرة على قد حالها قوي. ما عنديش غير أخ واحد، واتجوز وعايش في محافظة تانية. وانا اتخطبت لمدة سنة، وللأسف غلطت مع خطيبي غلطة كبيرة قوي، واهلي ما يعرفوش اي حاجة عن الموضوع ده، وانا طبعا ما قدرتش اقول لهم، واختلفوا مع بعض على موضوع القايمة، وللأسف الجوازة ما كملتش. وطبعا انا دلوقتي مش بنت، وحاولت بكل الطرق ان اخلي الجوازة دي تتم، بس اهلي كانوا رافضين، وهم اللي فسخوا الخطوبة. الكلام ده كان من حوالي 3 سنين، وانا دلوقتي عايشة مع بابا وماما، بس في شقة ايجار، والمصاريف كتير قوي بصراحة. فبابا قالي: انت لازم تنزلي تشتغلي عشان خاطر تساعدي معانا، عشان انا ما بقيتش قادر على مصاريفكم، خصوصا ان بابايا مرتبه قليل قوي عشان هو بيشتغل امن من زمان. وبعد فسخ الخطوبة بتاعتي، امي قالت لي: خلاص بقى اشتغلي معلش عشان تساعدينا. وفعلا بقيت اسأل صحابي وجيراني على شغل، وكان كل الشغل اللي بلاقيه كان بيكون دايما في مصانع. وفعلا اشتغلت في مصنع ملابس وفي مصنع كرتون، قعدت فيهم حوالي 2.5 سنين. الفلوس اللي كنت باخدها مش كتير، بس اهي حاجة كانت بتساعد بابايا. لحد ما في يوم كنت راجعة من الشغل، والميكروباص بتاع المصنع نزلني المحطة بتاعتي، وجيت عشان اعدي الطريق زي كل مرة، بس للأسف في عربية خبطتني، وما حسيتش بنفسي غير وانا بفوق في المستشفى ورجلي متجبسة. والحمد لله ان العربية ما كانتش ماشية بسرعة قوي، وقعدت في الجبس ده حوالي 1.5 شهر. وجيت بقى عشان ارجع الشغل بتاعي تاني في المصنع، قالولي ان انا خلاص اتفصلت من الشغل ومش هينفع ان انا ارجع تاني، وادوني باقي الفلوس بتاعتي اللي كانت ليا والورق. وخرجت من المصنع وانا زعلانة قوي ومنهارة من العياط، ونفسيتي كانت في الارض، لان الشغل ده كان بيساعدنا كتير. وقعدت افكر هعمل ايه. روحت البيت وما كانش قدامي حل غير ان ادور على شغل تاني غيره. قعدت ادور على شغل على النت لحد ما لقيت اعلان، واحدة منزلاه كاتبة مطلوب سكرتيرة لمركز علاج طبيعي، والمرتب اللي كانت كاتباه قد اللي كنت باخده في المصنع ب3 4 مرات كده. وما كانتش كاتبه رقم التليفون بتاعها. فدخلت بعتلها رساله وقلت لها: لو سمحتي انا بسأل على الاعلان اللي انتي منزليه. ما شافتش الرساله بتاعتي غير بعدها ب3 ايام، وبعتت لي رقم موبايل وقالت لي كلميني. اتصلت بيها فعلا وكلمتها، قعدت تسألني عن سني وشوية أسئلة عني كده، وعرفتها كل حاجة، وقلت لها ان انا محتاجة الشغل ده جدا. وبعدها طلبت مني ان ابعت لها صورتي. وبعد ما بعت لها الصورة قالت لي: خلاص تعالي يوم التلات الجاي تعملي مقابلة معايا. وادتني العنوان، والعنوان ده كان في عمارة في مصر الجديدة. العمارة دي كلها كانت دكاترة وعيادات ومراكز. تهت هناك في العمارة عشان كانت كبيرة قوي، او معرفتش اوصل لها. اتصلت بيها وفضلت معايا على التليفون لحد ما وصلت الدور اللي هي فيه. رحت ببص كده، شاورتلي وقالت لي: ايوه تعالي هنا ادخلي. دخلت، راحت قافله الباب. وبعد ما دخلت لقيت المكان عبارة عن شقة كبيرة قوي فيها 4 اوض، وشقة كانت حلوة جدا جدا، وفي اوضة منهم اللي هي المكتب بتاعها. دخلنا وقعدنا فيه. هي واحدة يعني مش كبيرة في السن قوي، هي عندها حوالي 40 سنة. فضلت تتكلم معايا كتير، وعرفت تفاصيل حياتي كلها، وقالت لي: انا مش بشغل معايا اي حد، انا اهم حاجة عندي الثقة، وان مفيش اي سر من اسرار شغلي يطلع برا. قلت لها من الناحية دي اطمني. وفعلا وافقت عليا واشتغلت معاها سكرتيرة، وكنت كل اللي بعمله زي ما قالت لي، ان بكون قاعدة برا بستقبل الناس اللي بيجوا، وبعد كده بيدوني حق الكشف اللي هو 500 جنيه. وبعد ما بيدخل ويحاسبني بقفل باب الشقة وبدخله لحد المكتب بتاعها، وبرجع اقعد مكاني تاني. وقالت لي: انا هبقى انضف الشقة يعني كل اسبوع، وده هيكون بحساب لوحده. قلت لها: خلاص مفيش مشكلة.
ولما سألتها هو احنا ليه بنقفل الباب بتاع الشقة، قالت لي عشان دي عمارة سكنية، والدور اللي احنا فيه ده مفهوش عيادات خالص، كلها شقق بتاعت ناس، والجيران دول يعني بيتضايقوا ان الباب بتاعنا يكون مفتوح على طول. وقالت لي انا اصلا كده كده مش محتاجاه يكون مفتوح، انا الناس اللي بيجوا عندي بيجوا عن طريق اعلانات على النت. قلت لها طب خلاص. بس الغريب اللي لاحظته من اول 5 ايام اشتغلتها معاها ان كل اللي بيجي عندها شباب او رجالة، ومفيش مرة لقيت 2 مع بعض او 3 مثلا، دايما واحد وبيكون جاي لوحده. او ما شفتش ولا واحدة ست جت تكشف عندها ولقيتها بتقولي ان ممنوع ان ادخل عليها وهي في كشف مع حد خالص لأي سبب من الأسباب، وإن أنا لو احتجت أي حاجة ضروري جدا أبقى رن عليها على التليفون بتاعها. غير كده كمان إن أنا مروحش ناحية المكتب بتاعها خالص ولا أقرب منه. والشقة كانت كبيرة قوي بصراحة، والمكتب بتاعها يعتبر كان في آخر الشقة، فحتى لو هي ندهت عليا أنا مش هسمعها. فلما كانت بتعوز مني حاجة كانت بترن على التليفون بتاعي وسايبالي فلوس، بحيث يعني لو انا احتجت اجيب اكل او اجيب اي حاجة من تحت اعرف ان انا انزل من غير ما اروح لها او ارجع لها. المهم ان كل اللي بييجوا عشان يكشفوا بحس ان هم اصلا مش تعبانين، يعني ده مركز علاج طبيعي، فاكيد يعني اللي بيجي المركز بيكون حد عنده خشونة في الركبة مثلا، او مش قادر يمشي، او في حاجة يعني باينة ان هو تعبان او كده. بس ده انا ما شفتوش خالص، وده اللي خلاني اشك ان في حاجة غريبة بتحصل. وقلت لا، انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل جوه. وكان بيجي لها في اليوم حوالي 8 9 او 10 من الشباب من سن 18 سنة لحد 40 سنة. استنيت لحد ما واحد دخل وحاسبني، ورحت قفلت الباب بتاع الشقة ومشيت قدامه لحد ما وصلته المكتب زي ما بيحصل دايما، وخبطت على المكتب، وبعدها فتحت الباب بتاع المكتب ودخل، ورحت قافلة الباب ورايا. وبدل ما ارجع مكاني رحت وقفت على جنب كده واتدريت. بعدها بدقيقة لقيت الباب بتاع المكتب اتفتح واتقفل تاني. عرفت ان هي كانت بتتأكد اني مشيت ولا لا، ومن هنا اتأكدت ان فعلا في حاجة غلط وان الست دي وراها حاجة. فضلت مركزة كويس قوي عشان اسمع اي حاجة بتحصل جوه، ومن ضمن الكلام اللي سمعته لقيتها بتقوله مستعجل ليه؟ فين الفلوس الاول؟ قال لها ما انا دفعت بره. قالت له احنا هنهزر، هات الفلوس. وبعدها ب10 دقايق سمعت اللي عمري ما كنت اتخيله. سمعتها وهي نايمة معاه، وكل ما اسمع صوت معين استغرب واقول ايه ده، هما ازاي بيعملوا كده مع بعض؟ بعد كده اتأكدت ان هي بتعمل ده. خرجت قعدت في مكاني، وبعدها بنص ساعة الشاب اللي كان جوه معاها خرج ومشي، وانا قررت ان انا مش هشتغل معاها تاني، مع ان المبلغ اللي هي بتديهولي ده كتير جدا وعمري ما هلاقيه في اي مكان تاني. بس انا اتضايقت واتصلت بيها، قالت لي في حاجة، قلت لها عاوزاكي، قالت لي طب تعالي. دخلت لها وقلت لها ان انا مش هكمل معاها وهمشي. قالت لي ليه؟ في حاجة حصلت؟ قلت لها لا. قالت لي طب انا ضايقتك في حاجة؟ سكت وما قدرتش اجاوبها. في الوقت ده هي حست اني عرفت اللي بيحصل. قالت لي انا فهمت انت عايزة تمشي ليه، وفضلت تقنعني ان لو فضلت ادور على شغل بره مش هلاقي حد يديني الفلوس دي. وقالت لي اعتبريني صاحبتك وقوليلي عرفتي ايه. قلت لها عرفت كل حاجة، كنت معدية من جنب المكتب بالصدفة وسمعت كل اللي بيحصل. قالت لي بصي، انا تعبت في حياتي كتير قوي واتبهدلت، والحاجة دي الوحيدة اللي خلتني اعمل فلوس كتير واشتري الشقة اللي احنا فيها دي. قلت لها طب وجوزك فين؟ قالت لي انا اصلا مش متجوزة ومش ناوية اتجوز، واتجوز ليه اصلا؟ كل حاجة بتجيلي لحد عندي سواء متعة بقى او فلوس. قلت لها انتي صاحبة الشقة دي يعني واشتريتيها من الموضوع ده؟ قالت لي اه، الشقة دي انا جايباها من الفلوس دي، وباقي الفلوس شايلها في البنك. قالت لي بس انتي شغلي دماغك معايا وانا هظبطك. وقتها جات لي نفس فكرتها لاني اتمنيت اكون واحدة عندي ربع اللي عندها. قلت لها بهزار كده طب ما تشغليني معاكي. قالت لي وهي بتضحك
لا ده انتي احلى مني وهتاكلي الجو كله. وقالت لي مش هينفع عشان انتي بنت كمان. رحت قلت لها اللي حصل بيني وبين خطيبي زمان، وان انا مش بنت دلوقتي. حسيت ان هي فرحت قوي لما سمعت كده، وقالت لي بقولك ايه، بلا جواز بلا بتاع، محدش هينفعك غير نفسك وفلوسك. انا شلت فكرة الجواز دي من دماغي، وعايشة احلى واجمل عيشة ممكن اعيشها، وممكن في اليوم اعمل اكتر من 20,000 وانا قاعدة في مكاني. قلت لها طب وانتي ازاي بتكوني قاعدة ومطمنة وانتي بتعملي كده؟ مش ممكن حد من اللي بييجوا دول يبلغوا عنك؟ قالت لي يا حبيبتي هو انا عبيطة؟ انا شغالة في الموضوع ده بقالي سنين. وراحت واخداني من ايدي ومدخلاني المكتب بتاعها، وورتني شاشة كبيرة شغال عليها كاميرات الشارع كله، وقالت لي لو في اي حاجة حصلت زي ما بتقولي وشفت حاجة على طول هتعادل وهنكون قاعدين عادي جدا، او اخلي اللي معايا ده ينزل بسرعة، ومش هيكون في اي اثبات لاي حاجة نهائي. وحاليا هي مصاحباني جدا، وعمالة كل يوم تتحايل عليا ان اشتغل معاها، خصوصا بعد ما عرفت ان انا مش بنت. وانا بصراحة خايفة اعمل كده ومحتاجة للفلوس جدا جدا جدا. وقلت لها سيبيني بس شوية افكر في الموضوع وهرد عليكي. ودلوقتي انا لسه شغالة معاها سكرتيرة زي ما انا، وكل يوم تكلمني في الموضوع ده، وحاسة ان انا خلاص هضعف. ساعدوني وقولولي اعمل ايه، بجد انا مش عارفة. اللي عنده نصيحة ليها يكتبها في التعليقات، وهي هتتابع كل تعليقاتكم ونصايحكم كلها.